السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده قشطة الافران او قرص الافران. حاجة كده ما شاء الله، هشة وخفيفة وكمان طرية في نفس الوقت. هتحتفظي بيها اكبر وقت ممكن بره التلاجة وجوه التلاجة. هتبقى معاكي كأنها لسه مخبوزة حالا، مش هتبرول ولا هتفرول معاكي. وممكن تحتفظي بيها جوه التلاجة لمدة شهر او شهرين، وهتبقى معاكي برضو كأنها لسه مخبوزة حالا. مقاديرها اقتصادية وسهلة جدا، هتطلع معاكي هشة وطرية. هنقولك التسوية المظبوطة علشان تطلع معاكي بالشكل الجميل ده، مش مكتمة معاكي. هنجيبلك المراحل كلها من أول العجين لحد التسوية المظبوطة للقرص عشان تطلع معاكي بالجمال والحلاوة والطعم ده. حاجة كده ما شاء الله، مقاديرها اقتصادية وسهلة جدا وموجودة عندك في البيت. ومن نص كيلو دقيق عملنا كمية حلوة قوي. وكمان ممكن تضاعفي الكمية لو انتي هتعملي كيلو دقيق. وبرضك هنقولك المقادير بالجرام وكمان بالكوباية علشان لو انتي حابة تزودي. اهم حاجة لايك للفيديو بتاع النهاردة وكمان اشتراك في القناة، وتعالوا كده بينا نبدأ ونسمي الله. معايا بمج الشاي العادي كده كوباية مليانة. لو بالميزان هيبقى 200 جرام. وممكن نقولك كمية السوائل في الاخر ان شاء الله. معايا 10 جرام من الخميرة الفورية يعني معلقة كبيرة. وكمان معايا 40 جرام من السكر يعني معلقتين كبار رميين سكر حبيبات عادي. معايا ذرة الملح وهنزل بيها على السوائل علشان ادوب كل المكونات على بعضها، واتاكد من نشاط الخميره اشوفها نشطه ولا لا. هتقولي لي اعرف ازاي ان هي نشطه؟ اقول لك كل الفقاعات اللي ظاهره على الوش دي تاكد ان الخميره بتاعتنا نشطه، وكمان جودتها كويسه وتاريخ الصلاحيه بتاعها كويس. معايا نص كوبايه زائد معلقه كبيره من السمنه. ممكن تستخدمي سمنه نباتي عاديه اللي انا مستخدماها، وممكن تستخدمي سمنة بلدي، وممكن تعملي ميكس ما بين السمنة وما بين الزيت. تمام كده. معايا معلقتين من القشطة يعني او معلقة ونص، ده حسب ما انت عايزة. بس بتديلها طعم حلو قوي وكمان بتفرق معانا في القراص بتاعتنا. القشطة دي اللي موجودة على وش اللبن معلقة ونص يعني حوالي 30 جرام. معايا باكت من الفانيليا وبيفرق قوي في ريحة القرص او القشطة. وبتطلع كمان ما شاء الله، اقول لك هتخلي ريحة البيت حاجة كده ما شاء الله. هبدأ ان انا ادوب المكونات دي كلها مع بعضها، وهتلاحظي ان القشطة مش هتدوب بنسبة 100%، هتفضل موجودة معاكي تكتلات بسيطة كده في المية. معايا نص كيلو من الدقيق، لو هنعاير بالمج اللي احنا استخدمناه في المية هيبقى 4 كوبايات بمج الشاي العادي. تمام كده. معايا 5 جرام يعني معلقة صغيرة من البيكنج باودر. والبيكنج باودر بيفرق معانا في القرص، بيديلها افضل وقت ممكن ان هي تفضل طرية معاكي. وكمان بخلي القرص بتاعتنا هشة وقلبها طري وابيض. تمام. هبدأ كده بالاسباتولة بتاعتي هلم كل السوائل وادخل العجين في بعضه. وبعدين ابدأ ان انا اشتغل بايديا علشان اعرف قوام العجينة واقدر المها كويس واعجنها كويس. تمام كده. تعالوا نتكلم شوية عن الدقيق، لان حبايبي ممكن يسالوني عليه. الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق متعدد الاستخدامات، اي نوع انت حابه ان انت تستخدميه. اهم حاجه بعيده عن الدقيق اللي ملهوش عرق، واللي مش بيشرب الخميره، اسفه، اللي مش بيشرب السمنه وبتردها بره ومش بياخد نسبه سوائل كبيره. تمام كده. ده اول حاجه. نص كيلو دقيق لو عشان حبايبي اللي بيسالوني. قد ايه؟ نص كيلو دقيق 4 كوبايات بمج الشاي العادي اللي موجود عندنا في كل بيت. المج بتمليه مش بتكبسيه، بتمليه وبتسوي الوش بتاعه وبيبقى كده خلاص اتملى، وبيبقى ال4 كوبايات 500 جرام. تمام كده. لو انتي مستخدمة نوع دقيق ومتعودة عليه وبيطلع معاكي كويس، يبقى اعتمديه في كل وصفاتك. انا الدقيق اللي انا مستخدماه نوعه الصفا كريستال، وانا متعودة عليه وبيطلع معايا نتيجته كويسة جدا. وما شاء الله حاجة كده ممتازة. زي ما انتم شايفين عجينة العجينة اهم حاجة اديلها وقتها في العجن عشان تطلع معاكي ممتازة وتاخد كل كمية السوائل اللي انت محتاجيها. وكل لما بتخدمي العجينة وبتعجنيها كويس بتطلع معاكي النتيجة افضل وافضل من ما بتعجني عجنتين كده وتركنيها على جنب. لو هنشتغل في العجان هنشتغل زي ما احنا اشتغلنا، بننزل بالسوائل الاول وبعدين بننزل بالدقيق بتاعنا. اول حاجة بننزل بالمية والسمنة والخميرة والسكر ونديهم ضربة، وبعد كده ننزل بالدقيق بتاعنا تدريجيا لحد ما يتشكل معانا. بنديله عجين حوالي 10 دقايق وبيبقى معانا ممتاز زي ما انتم شايفين. هنسيبها بس ترتاح شوية. العجينة بتاعنا طرية
مش ناشفة ومش بتشد في الإيد زي ما أنتم شايفين، قوامها حلو أوي. هتفضلي تعجني لحد ما تحسي إن العجينة المسامات بتاعها بقت كويسة وبقت في إيدِك طرية وناعمة، يبقى كده خلاص. هنركنها بس على جنب دقيقتين وهنبدأ في تشكيلها. أنا مش محتاجة إن أنا أخمّرها غير مرة واحدة بس، وهي وقت أمّا أنا آجي أفرد القُرَص بتاعتي أو أفرد القشطة بتاعتنا. تمام كده، هافردها فردة بسيطة بس على سطح الرخامة، وهابدأ إن أنا أقطّعها، وممكن بقى تقطّعيها كِوَر حسب ما أنتِ عايزة، الشكل اللي أنتِ عايزاه أو التقطيعة اللي أنتِ عايزاها قطّعيها. ممكن تقطّعيها وهي لسه في البولة أحجام كده حاجة بسيطة، تشكّليها تقريصة وهي لسه موجودة، وممكن تفرشيها على سطح الرخامة زي ما أنتم شايفين، بس دي أسهل طريقة بتحدد لِك شكل الكورة وبتكون سهلة معاكِ. تمام كده، الميزان بتاعي جنبي، هابدأ إن أنا أوزن القُرَص بتاعتي. هتقولي لي هتوزنيها ليه؟ هاقول لِك علشان كل حجم القُرَص يبقى قد بعضه، وكمان التسوية تبقى موحدة لكل قُرصة. ما ينفعش أكبّر واحدة وأصغّر واحدة، الكبيرة مش هتاخد تسوية زي الصغيرة، الصغيرة هتستوي بسرعة والكبيرة هتفضل تسويتها أكتر، فبالتالي الصغيرة لمّا تستوي هتنشف معانا والكبيرة هتكون لسه ما استوتش، فالتسوية مش هتبقى موحدة. حجم القرصة اللي أنا عملتها حوالي كده 30 جرام أو 32 جرام حسب ما أنتِ حابة، يعني قد الليمونة مرة ونُص كده، وما شاء الله كويسة، حجمها كويس. ممكن تصغّري عن كده شوية وممكن تكبّري عن كده شوية، ودي حاجة ترجع لِك، بس هي بيبقى حجمها بتبقى صغيّرة كده وبتبقى مليانة شوية. تمام كده، هابدأ إن أنا بعد ما شكِّلت الكور بتاعتي كلّها، هابدأ إن أنا أرصّها على الصينية، مش هتسيبيها تختمر برضُك المرّة دي، هنقطّع ونشكِّل والعجينة بتاعتنا ما اختمرتش لسه. هنبدأ إن إحنا ندّي لها بس حاجة بسيطة كده، تبطيطة بسيطة، ممكن بطراطيف صوابعِك أو ممكن ببطن إيدِك، وتبدئي إن أنتِ تفرديها وحاولي إن أنتِ تسيبي لها سُمك علشان القرص بتاعِك يكون فيها قلب من جوّه ويكون فيها لِب من جوّه، ما تكونش ناشفة ومحجّرة معاكِ وما لهاش قلب من جوّه. يعني ما تفرديش أوي وما ترفعيهاش أوي، حاجة بسيطة خالص زي ما أنتم شايفين. وهابدأ إن أنا أركنها على جنب، أسيبها بقى تختمر براحتها خالص، وعلشان الجو حَر فهتختمر معانا بسرعة، ما خدتش ربع ساعة وكانت مختمرة وما شاء الله. لو في الشتا هتاخد معاكِ أطول وقت، ممكن تاخد منِّك ساعة، تمام. ولو في الشتا ممكن ندفّي المَيّة بتاعتنا حاجة بسيطة علشان تختمر معانا بسرعة. تمام كده، أنا باحاول إن أنا أدّي لِك كل التفاصيل عشان تبقى عارفة. وهاسيب لِك كمان المقادير بالجرام وبالكوباية في صندوق الوصف، علشان لو أنتِ حابة إن أنتِ تعملي بالميزان أو تعملي بالجرامات أو تعملي بالكوباية أو بالمعلقة، اللي يريحِك في الاتنين. اللي مش عارف، صندوق الوصف العنوان بتاع الفيديو مكتوب جنبه كلمة المزيد، هتضغطي على كلمة المزيد هتنزّلِك تلقائي لصندوق الوصف، هتلاقي فيه كل التفاصيل الخاصة بالوصفة سواء بالميزان أو بالجرام أو بالكوباية. تمام كده، هابدأ إن أنا أغطّيها بكيس واسيبها على جنب. كده شكلها بعد أمّا اختمرت، هتقولي لي اختمرت إزاي؟ هتلاقي حجمها تضاعف وعِلَت وريحة الخميرة بدأت تظهر منها. التسوية شغّلناها على فرن، شغّلنا الفرن بتاعنا مسبقًا قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 200 من تحت ومن فوق، تمام. لو الفرن بتاعِك الشواية لو أنتِ ما شغّلتيهاش بتحمّر القرص ما تشغّليهاش، لو مش بتحمّر القرص هتشغّليها في آخر 10 دقايق علشان تدّيكِ اللون الحلو ده. حد هيقول لي إن أنا ملاحظ إن في نُقط موجودة في القرص، هاقول لِك دي من القشطة اللي كانت محطوطة اللي إحنا حطيناها في العجينة، هي اللي بتعمل كده. لو أنتِ حابة تستغنى عنها دي اختيارية بالنسبة ليكِ، بس صدقيني بتدّي لِك طعم حلو أوي. القرص بتاعتنا بعد أمّا بتطلع من الفرن هنغطّيها بفوطة ترُد من حرارة الفرن، وبعدين نبدأ إن إحنا ناكل منها لو إحنا حابين أو نحتفظ بيها في التلاجة. هتقولي لي هتحتفظ بيها إزاي؟ هنجيب كيس أو أكياس من اللي هي الأكياس النايلون بتاعة التلاجة، وهنبدأ نعبّي الكمية اللي إحنا محتاجينها وهنحتفظ بيها في الفريزر. وده بعد ما القرص يعني تبرد خالص، خالص، هنبدأ إن إحنا نحتفظ بيها. القرص بتاعتنا ما شاء الله طرية وهشة، ما شاء الله قطنية، حاجة كده ما شاء الله، موجود فيها قلب ولب. القرص بتاعتنا مش مكتمة، مستوية التسوية المضبوطة بتاعتها. هتقولي لي خدت تسوية قد إيه؟ هاقول لِك خدت 15 دقيقة وكانت ما شاء الله ممتازة زي ما أنتم شايفين، قلبها أبيض، هشة، مقاديرها مضبوطة وموجودة عندِك في البيت. أتمنى إن أنتِ تجربيها. لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني أتمنى منِّك الاشتراك في القناة، هتضغطي على كلمة اشتراك
وهتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان كل وصفة بنزلها ينزل لك إشعار بيها لو انت أول مرة تشوفيني وتتابعيني. وكمان ما تنسيش لايك حلو منك علشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخلي أكبر عدد ممكن من المتابعين والمشاهدين يشوفونا ويستفادوا بالوصفة بتاعتنا. وكمان أنا بفرح جدا بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتسعدني، ووجودكم على راسي من فوق. مشاهدة ممتعة للفيديو، دمتم سالمين والسلام.